طلبنا من ضيف اليوم حضور اجتماع بالمجمع، ولكن رتبنا له شيء أكبر. نبتدي بلوحة الأبطال. دخلوا الأكياس. نرجع له مرة ثانية. الحين البالونات. ندخل الحين عربات التسوق. البنات. النداء. أعزائنا الزوار، ننوه عن وجود بطل بيننا الآن. كان ممكن يختار الطريق الأسهل ويستسلم، لكن اختار الصعب. مر بالكثير من التحديات وتجاوزها بكل جدارة. أيمن الحدي، البطل الرياضي اللي رفع اسم البحرين عالمياً، والأب المثالي الملهم لعياله ولكل أقرانه من ذوي العزيمة. أيمن شخصية حبوبة جدا، لطيف، يحب يضحك، يحب يغير جو للجماعة كامل. يعني حبوب، طيب، العصبية أبد مو من نوعه، دايم يحب المزح. أبوي من بداية ولادته كان معاق إنزين، وكان لا يتحرك ولا يقدر ياكل ولا يقدر يشرب. ودوه مدرسة المعاقين. عقب فترة تعرف على صديق هو اللي خلاه يلعب في النادي، قال لنا يلعبون رياضة. ويابوه في 94 يابولي الملعب، شفت حالته كانت يعني حالة صعبة، ويابته أمه يعني شبه شايلته، يعني عضدته من يده وما يمشي زين، وكانت يعني تقلصات عضلية شديدة. هو من فئة الشلل الدماغي. قعدنا على كرسي خاص مال يسمونه كرسي رمي، وربطنا على الكرسي عشان الأمن والسلامة، ويود الأداة تطيح من يده. طبيعة هذه الإعاقة تكون يعني إعاقة لا إرادية، بحيث أن تطلع إشارات من المخ تعطي الأعصاب والعضلات أن هي تظل في وضعية معينة. تطورت عند القدرات الحركية والمرونة في الحوض وفي الأطراف، يعني بعد جهد منه وياه وهو تعب. يعني الرياضة ساعدته أنه هو يقدر يوقف، يقدر يمشي. أيمن كان عنده من داخله تحس روح عزيمة، روح أنه هو يبي يثبت أنه أنا موجود. كان صغير، كان شغوف في الرياضة، وكان دائم يبي يطمح انه يفعل شيء حق البحرين، يبي يراوي الناس ان الإعاقة اللي فيه مو شيء سلبي. عقب فترة ودوه بطولة وحقق يعني إنجازات في البطولة، وياب ميداليات، ياب ذهبية، برونز. أبوي بطل مشهور ما يحتاج إني أنا أتكلم عنه، كفاية إن الفخر اللي سواه لنا في البيت وأنجز حق البحرين لأجل البحرين. دائم إنه يحب إنه يكون موطنه والمكان اللي يسكن فيه رقم واحد غير عن الكل. على مستوى الخليج كل بطولات شارك فيها طلع الأول. في 98
هي بطولة خاصة بذوي الشلل الدماغي، بطولة عالمية، فرحنا وشارك هناك، والمفاجأة أنه حقق بطولة العالم. قامت تزيد إنجازاته ونشوفه يلعب زيادة، وإحنا نفتخر فيه إنه هو قاعد يلعب، إنه مو بإنه يابنا وقال خلاص أنا بوقف لعب ما بلعب، لا بالعكس هاي شيء ما أثر فيه. الشيء الحلو فيه إنه هو دايماً يدعم الناس اللي معاه، يشجعهم، يوقف وياهم ويساندهم، فهو صاير يعني سبورت حق الكل، مو بس يعني كلاعب، كان يساند كل الموجودين. والله أتعلم من أيمن إنه يعطيني رسالة في الحياة، إنه قد ما إن أنا أعطي بعد فيني طاقة إني أعطي أكثر. أي أنا أحب أيمن وايد، والصراحة يعني مثل الشكر في الاتحاد، يعني دائما هو يجي ومثل الشكر في الاتحاد، يعني وجوده يعني يثبت وجوده، يعني لو ما عنده وجود ما يقدر يلعب دور. أيمن في الفترة الأخيرة انتقل من أنه لاعب إلى أنه مدرب، وقام يدربني أنا في الملعب، وقام يعطينا تمرين، وقام يعطينا أشياء جديدة عشان نطور من روحنا. فخورة فيه وايد، وبوتم فخورة طول عمري، لأن أبوي معاق ومعيشني حياة معيشني كأنه هو أب طبيعي، ما في شيء. كبطل وكإنسان، هذا هو أيمن. أيمن أنت شخص وايد أفتخر فيه، أنا أوعدك أن أنا موجودة معاك ومساندتك في كل قرار تأخذه في حياتك، وإن شاء الله أشوفك من أحسن لأحسن. أيمن أنت لاعب قديم في الاتحاد من 94، وأنت قدرت تتخطى كل هاي الحواجز، وما شاء الله الله فاتح عليك بالخير، والله يفتح عليك بالخير إن شاء الله. يبا أنت ما خليت علينا حاجة وقصرت فيها، بالعكس راويتنا أن أنت تقدر وتستطيع، وكل من يقدر ويستطيع. يبا أنت قدوتي وأنت بطلي بأبسط الأشياء اللي تسويها. منك يا يبا تعلمنا أن النجاح معنا، مع كل هدف تحققه، وأنا وايد فخورة فيك يا يبا، وبتم طول عمري فخورة فيك يا يبا. يبا حابة أقول لك كلمة شكر، إنك ما قصرت في حقنا في ولا شيء، وعلمتنا على الطيب، يا جعل دمعة عينك ما تطيح، وأنا فخورة فيك وايد، وأنت بطل، ولو كلمات الطيب كلها بقولها ما تفني في حقك يا يبا. أيمن احنا فخورين فيك، أنت زوجي أبو عيالي، وأنت ما قصرت يانا، وفخر أنت وعيشتنا أحسن أي شيء، وأنا وعيالي ما قصرت، أنت كفو، أنت ما قصرت. أيمن أنت كفو. أيمن أنت كفو. أيمن أنت كفو. يبا أنت كفو. يبا أنت كفو. يبا أنت كفو. السر في أيمن كان إيمان بنفسه وبقدراته، تحدى أصعب الظروف وسخر شغفه لخدمة ديرته وعيال ديرته، وصار نعم الأبو والبطل والقدوة. أيمن أنت كفو.